تحلية منعشة واقتصادية، أهم حاجة توجد بالخف. هذه الوصفة نتمنى أنكم تسجلوها وتجربوها لأنه وصفة تستحق التجربة. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش تصليوا وتسلموا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات. نروحوا ونسميوا بسم الله ونروحوا مباشرة للوصفة نتاعنا. كيما راكم تشوفوا الوصفة راهي فيها زوج طبقات. رايحين نبداو أول حاجة بالطبقة الثانية الأولى عفوا. الطبقة الأولى رايحة ندير زوج كيسان نتاع الحليب. أنا هنا يعني درت كمية قليلة، تقدروا تضاعفوا المقادير. جبت هذاك الحليب تاعي وحطيته في كاسرونة، رايحة نضيف ليه مغرف تاع نشا ومغرف تاع فرينة، تقدروا تضيفوا نشا وحده بلا ما ننساو مبشور حبة تاع برتقال، وهي اللي راح تزيد تعطيني البنة والذوق للتحلية نتاعي بما انه بذوق البرتقال. كيما راكم تشوفوا حاولوا انكم ما توصلوش لهذيك البيوضة، ديروا برك الفوق الفوق. نروحوا كيما قلت لكم درك مغرف تاع نشا يعني بومبي ومغرف نتاع فرينة، نخلط كل شيء بارد في بارد ونديوه للنار ونخليوها على نار تكون قليلة مع التحريك المستمر. ما تخليوهاش البنات يعني وحدها وتروحوا، لازم تحركوا باه من بعد تيجيكم التحلية تاعكم ليس وتيجيكم يعني ما فيها حتى ريحة. بالنسبة للسكر أنا هنا ضفت 3 مغارف سكر وتبقى الحلاوة حسب الذوق. ذوقوا وشوفوا. الكاس المستعمل 220 مليلتر. هنا راح شوية نشا يعذبكم، حاولوا تحركوه كامل بيه بالفارينة حتى تحصلوا على خليط يكون يعني متجانس كامل. نروحوا نحطوه فوق النار حتى يبدا يخرج لي في الفقاعات. نحبس. شوفوا يا البنات هنا انا للامانه ضفت قطره صغيره تاع لاغوم تاع التينه، تقدروا تخليو القهوه نتاعها ولا اللون تاعها ابيض. جبتها هنا وحطيتها في الليفيغين هادو يعني راهم كبار شويه البنات، تقدروا ديروا في ليفيغين اللي يكونوا اصغر. مباشرة صبيتهم نروح نحطهم في الفريجيدير ونروح نديروا الطبقة الثانية. بالنسبة للطبقة الثانية عصرت 3 حبات نتاع التينة ورايحة نكيله هنا بالكاس. الكاس الأول معمر والكاس الثاني ماهوش معمر. كيما تقدروا ديروها بالعصير العادي اللي يتباع في المحلات. رايحة نضيف السكر، يعني السكر حسب الحلاوة يعني وحسب التينة تاعكم. ضفت أنا هنا مبدئيا 2 مغارف، ندوق من بعد ونشوف. نزيدو نضيفو مغرف ونص تاع النشا. المغرف الأولى تكون بومبي ونص مغرف واحدة أخرى ونخلطو بعد كيما العادة بارد في بارد، ونحطها بعد على النار حتى يبداو هادوك الفقاعات مع الأول يبانو. نحبس. هنا تاني حطيت نقطة تاع لاغوم تاع التينة راهو يتباع بليدوز. نحرك الخليط نتاعي مليح ونحطو على النار. يعني هاد الوصفة سهلة توجدوها في دقيقة، خاصة أنه في وقت الحمضيات وقت التينات تقدروا تجربوها. بعد ما تغالت البنات وبدات بعد كيما الاخرى تخرج لي في الفقاعات، يعني تاكدوا باللي الخليط نتاعكم جمد مليح باه من بعد يتماسك معكم ما يجيكمش سايح. نحاول نبردو بالعقل برك ونصبو فوق الطبقه الاولى اللي كانت يعني بردت تقريبا 20 دقيقه، شدت لي روحها مليح باه وليت درت الطبقه هذه الثانيه ونعمر ليفيغين تاعي. صدقوني يا البنات جات روعة منعشة، ذوقها خيالي وأهم حاجة اقتصادية وما تشدلكمش اليد خلاص. نتمنى من كل قلبي أنكم تجربوا الوصفة بلا ما تنساو دعم الفيديو بالجيم، ونقولكم ديما خليوا لي آرائكم وتعليقاتكم أكيد على وصفاتي. واللي دخلت جديدة للقناة نقولها مرحبا بك، نورتيني تكوني أخت من أخواتي. وهذه هي التحلية بالتزيين تاعها البسيط، إن شاء الله تكون عجبتكم. هذه هي البنات أنا هنا للأمانة ما خليتهاش في المرحلة هذه شدت روحها بزاف، خليوها على قد ما تبرد على قد ما تشد روحها عفوا وتتماسك وتيجيكم الطبقات. شوفوا الله يبارك تيجيكم بقوام كريمي والبنة ما عندي ما نقولكم. نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفة جديدة. دمتم أوفياء للقناة. سلام.